السيد عمار الحجامي. سيد عمار، مرحبا بك. نبدأ بالحديث عن الأسس الدستورية التي تضع الموازين وتضبطها. هل تعتقد بأنها كفيلة بأن ترتب علاقة المركز بالإقليم؟ بالبداية أحييكم وأحيي قناتكم المحترمة. بالتأكيد حقيقة الأمر اليوم نشهد أزمة سياسية كبيرة، سواء تقتصر على الشارع الكردي، وهو إعلان رئيس مجلس النواب الكردي تنحيه عن هذا المنصب المهم والجوهري. لماذا؟ هذا يؤدي إلى أمور قانونية كبيرة وإلى أمور سياسية كبيرة في هذا الأمر المهم. لماذا؟ لنزامن هذه مرحلة الاستقالة من هذا المنصب الجوهري والمنصب المهم في البيت الكردي وفي الحكومة الكردية والإقليم الكردي إن صح التعبير، مزامنة مع المظاهرات الكردية. هذا يلاحظ بأنه رئيس البرلمان المستقال أو الذي رمى استقالته في أروقة البرلمان الكردي رأى الظلم والاضطهاد والحرمان إلى الشعب الكردي والحرمان الكبير. كما تعلمين ستنا العزيزة، واردات صادرات النفط في إقليم كردستان وحدها ليست تقتصر على الموازنة العراقية فقط. واردات كردستان من النفط تسد العجز الكبير من الرواتب والأمور التشغيلية والكثير من المشاريع. يعني منتج واحد، بالإضافة إلى السياحة التي تقتصر، إضافة إلى الرسوم التي تأخذها حكومة إقليم كردستان من دخولها إلى جميع السائحين، سواء كانوا من حكومة المركز عربا أم أكرادا. كل شخص خارج سكنة الإقليم يفرض عليه ضرائب. إذن تعني هذه الجباية وهذه صادرات النفط مورد كبير إلى حكومة الإقليم. فلماذا هذا الاضطهاد الكبير إلى الشعب الكردي، وخاصة في السليمانية وليست في العاصمة السياسية الكردية هي أربيل؟ اضطهاد للرواتب، عدم وجود مخصصات مالية، عدم وجود تعيينات، عدم وجود مراعاة إلى الشعب الكردي. كل هذه الاضطهادات وهذا الكساد المالي انعكس سلبا على الحكومة الكردية. وبالإضافة من حق الشعب ومن حقه، سواء كان في الحق الدستوري والقانوني وأيضا في حقوق الإنسان، للمطالبة بحقوقه والمطالبة بأبسط حقوقه، وهي حقوق الإنسان البسيطة، العيش الكريم، لسد العجز النقدي الكبير. فهذه الحكومة الكردية حقيقة الأمر أبدت إخفاقها في هذه العملية السياسية التي ترم إلى عمل في كردستان. نعم، لماذا لم يسمع هذا الصوت تحديدا، الصوت الرافض لأداء الحكومة في الإقليم منذ الفترة الماضية والتي أجري فيها الاستفتاء، حيث كان هذا الموضوع موضوع لاقى القبول وحتى من مجلس النواب أو من برلمان إقليم كردستان وحتى من رئيسه. فاليوم تغيرت الموجة. لما لم يعي أحد ربما في الفترة السابقة بأن نتائج عفوا ست يا ريت تعيدين السؤال لأن إشكال نعم. بالصوت. نعم، أقول بأنه هذه عفوا يا ريت تعيدين السؤال لأن إشكالية بالصوت بالاستوديو. نعم سيد عمار، تسمعني الآن؟ أسمعك تماما. نعم، كنت أتساءل عن هذه الأصوات اليوم الرافضة لأداء حكومة إقليم كردستان. أين كانت في الفترة الماضية، فترة ما أجري الاستفتاء وقد حذرت الحكومة المركزية من قبل بأن هذا الاستفتاء مخالف للدستور، هذا الاستفتاء لن يجر نفع أبدا لشمالي العراق. فلم يسمع أي صوت رافض لأداء الحكومة في تلك الفترة. اليوم ومع هذا الضغط والضيق الذي يعيشه الشعب أو أبناء الشعب العراقي في تلك المناطق، نراهم يخرجون في مظاهرات، ونرى استقالة أيضا رئيس برلمان إقليم كردستان في هذه الفترة تحديدا. ألا تعتقد بأن هذه الخطوات خطوات متأخرة نعم. أم لا؟ حقيقة الأمر سؤال جدا جوهري وجدا ذكي من حضرتك الكريمة. يا أستاذتي الكريمة، حكومة إقليم كردستان وقعت في مطب جدا كبير، وهو المطب القانوني الذي طالبوا بقرار لإعلان الاستفتاء ولم يأخذوا قانون. يجب أن تكون من حكومة كردستان أن تأتي لمشاورة البرلمان العراقي وجمع أصوات بعض النواب العراقيين والعمل على قانون الاستفتاء، وبعدها يأتي إلى تعديل الدستور ويصبح الاستفتاء رسميا على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الخارجي. هنا ارتكبت في هذه الحقبة حكومة كردستان، وهو أولا خرق إلى الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم. هذا الدستور الدائم صعوبة تعديله ليس من الدساتير المرنة، إنما من الدساتير الجامدة. فهذا القرار من كردستان لا يؤثر به. هذا من المنظار الأول. من المنظار الثاني، الحكومة الاتحادية
عملت على القرار الولائي بعدم دستوريته. المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات، وأدت بعدم دستورية استفتاء كردستان. هذا المطب الثاني القانوني. بالإضافة لم يأخذوا الشرعية الرسمية من مجلس الأمن الدولي، ولم يأخذوا الشرعية من بقية الدول على الصعيد الدولي حتى تعترف به دولة. يا أستاذتي الكريمة، اليوم أنا أريد أن أسس دولة. كيف أسس دولة لم أخذ الشرعية من بقية الدول؟ كيف ترسم الحدود؟ كيف يصبح لدي جواز سفر؟ كيف تصبح لدي قنصليات وسفارات في داخل البلد أو لدي سفارات خارج البلد؟ كل هذه الأمور لا تنظم في ليلة ولا تنظم على الهواء السياسي. أنا أرى أنه الحكومة الكردية لا يتحمل ذنبها الشعب الكردي، إنما تتحمل ذنبها الحكومة الكردية. أوقعت نفسها بمطب جدا كبير، كيف ستتحمل حكومة الإقليم بالفعل وقضت على الحكم المسؤولية. نعم. لا يتحملها الشعب الكردي، ولكنه اليوم يدفع الثمن، يعني الفقر والعوز وتأخر الرواتب وكل هذه الأمور. يعني المتأثر الأكبر والتي يعني التبعات هي مسة الشعب قبل أن تمس الحكومة. نعم، إذن هو الذي يدفع الضريبة. حقيقة بالتأكيد، حقيقة يا أستاذتي، وإكمالا إلى فكرتي السابقة، الحكومة الكردية أوقعت نفسها، وأوقعت ليست نفسها، أوقعت الشعب الكردي، وقضت على الحكم الكردي بإعلان دولة الكردية إلى 100 سنة أو 200 سنة، لأن هذا الاستفتاء أدى إلى رد فعل من قبل إلى الحكومة المركز، وأيضا رد فعل إلى الشارع الكردي، وأيضا إلى دول الجوار لتحكيمها. كما تعلمين أستاذتي الكريمة، العراق يحاط بدول جوار عظمى، لا يمكن أن تعمل إلى دولة خاصة أو تقيم دولة خاصة بدون أخذ موافقات أو هناك اتفاقيات مع هذه الدول العظمى أو هذه الدول الكبرى أن تكون لديك موافقات. بالتأكيد ستكون ضربة سياسية من الداخل وستكون ضربة سياسية من الخارج. فالموقف الكردي السياسي لم يحسب إلى هذه الأبعاد الكبيرة، إنما أصبح هذا القرار على هواه وعلى الحلم الكردي الكبير. بالتأكيد من حقهم أن تصبح لديهم دولة مستقلة، ولكن أن تدرس بلا المنظار القانوني ومن المصلحة العليا، وهي مصلحة العراق الأول، ليس نقتصر على الهواء السياسي. كما تعلمين أن بعض المحافظات الجنوبية أرادت أن تعمل على استفتاء وإقليم وحدة، وكان الشجب على هذه المحافظات لوحدة العراق وتماسك العراق بجميع زمام الأمور. لماذا؟ العراق ليس يقتصر على بعض المكونات أو بعض الطوائف، يحمل علم واحد وجنسية واحدة وهي فئة العراق الكبيرة. فهذا برأيي قضى على الحكم الكردي. وأيضا رئيس الوزراء العراقي قال نحن ليس فرضنا، أرد إلى كلامي بهذه الفرضيات إلى رئيس الوزراء من كانت القرارات على حظر الطيران وتكون المعابر الحدودية بيد الحكومة الاتحادية. قالها رئيس الوزراء ليس هذا الأمر وهو فرض الحصار الاقتصادي أو فرض السيادة على حكومة كردستان. نعم. لا، بل كان هذا القرار هو حفظ الأمن الكردي. وأيضا كانت مدرسة هذه الاضطهادات وهذا العجز الكبير الاقتصادي، كانت مدروسة من قبل الحكومة الاتحادية. وأيضا في تصريح لرئيس الوزراء قال نحن الحكومة العراقية كما توفر رواتب في الموازنة العراقية للجنوب والوسط والغربية، أيضا ملزمة بتوفير الرواتب إلى كردستان. هذا في شرط التعاون والتفاهم مع حكومة إقليم كردستان. طيب، فيما يتعلق بأعداد الموظفين، كونك ذكرت موضوع الرواتب، يعني من الذي يمكنه معرفة أعداد الموظفين في الإقليم؟ يعني بحسب ما يتداول من أخبار بأنه المخصصات التي أو أعداد الموظفين والمخصصات المطلوبة لهم من قبل الإقليم هي تساوي موظفي العراق بشكل عام. إذن من الذي يجب أن يعرف أعداد الموظفين بحق؟ يعني وهناك دائرة للأحوال والجوازات، يعني يمكنها من خلال أي طريقة، أقصد الحكومة المركزية، معرفة الأعداد الحقيقية. أستاذتي الكريمة، أصبح هناك خلط ما بين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان. حكومة إقليم كردستان أعطت رقم إلى موظفين حكومة الإقليم وهو ما يساوي وما يشابه حوالي ثلثي موظفين العراق برمته، وهذا شيء لا يعقل، وهذا شيء لا يصدق إلى العقل والمنطق في الواقع. هذا من جهة الحكومة العراقية تقول نحن لدينا تعاون مع حكومة كردستان ونوفر الرواتب، ولكن بشرط رئيسي وشرط جوهري أن يكون لدينا أعداد
الموظفين الفعليين وليس على أعداد الموظفين المهمشين أو الجالسين في البيوت ويقبضون الرواتب. نحن ليس ملزمين بتوفير، الحكومة العراقية تقول ليس ملزمين بتوفير جميع المبالغ لجميع الشعب الكردي، لا، بل فقط للموظفين الذين يؤدون الوظيفة مقابل هذه الخدمة مقابل أجر. فيجب أن تقاس هذه المفاهيم بالتعاون مع حكومة المركز، وتشكل، أنا برأيي أن تشكل لجنة من حكومة المركز ومن حكومة إقليم كردستان ولجنة محايدة بهذا المسح الميداني، سواء كانت تقتصر على الجوازات أو الجنسية أو الأحوال المدنية، بتكون لمعرفة مدى الموظفين الفعليين في هذه الدوائر لتؤمن لديهم الرواتب من خلال الموازنة ومن خلال وزارة التخطيط أيضا، ويكون هناك تعاون استراتيجي وتعاون اقتصادي ما بين حكومة المركز حتى لا تقع حكومة كردستان بإخفاقات سياسية وبإخفاقات اقتصادية مرة أخرى تؤجج الوضع الكردي وتؤجج هذه الاضطرابات التي هي ليست بصالحهم وليست بصالحنا. الكل يطمح ويأمل على حكومة مستقرة، برلمان مستقر، وضع مستتر للنهضة الجديدة، لأنه خرجنا من معركة كبيرة وهي معركة عسكرية وفكرية، أنا أقولها في الكثير من القنوات يا أستاذ الكريمة، معركة داعش وهي معركة سياسية ومعركة فكرية وعسكرية. الآن أتت معركة سياسة الكرد أيدت إلى، وهذه الاضطهادات كلها أتت إلى رمتنا إلى داعش الإرهابي وهذه الخروقات الكبيرة. يجب أن يكون التعاون الكبير مع حكومة المركز وحكومة كردستان بشكل كبير وبشكل موسع وعلى إطار سياسي واسع. نعم، إذن المحلل السياسي السيد عمار الحجامي، شكرا جزيلا لك.